السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم إن شاء الله معكم سنشرح طريقة صيانة صندوق الدايودات للألواح الشمسية. بصراحة متابعي الكرام، هذا اللوح الشمسي جاءني متهالك بشكل كبير جدا. لاحظوا معي، ركزوا معي، كمية الصدى، كمية الأكسدة، ولكن في خطوة خاطئة يستخدمها بعض، إما كهربائي، قد يكون كهربائي أو مستخدم نفسه. ما هي الخطوة هذه متابعي الكرام؟ ركزوا معي، يمكن أن ضربت بعض الديدات، ولكن ركزوا معي بس على هذا الجسر. هذا جسر يمشي فوقه شاحنات السيارات وليس تيار كهربائي. ركزوا معي بس على حجم الأسلاك. حجم الأسلاك متابعي الكرام، هذا خطأ، والله خطأ. وهذا الآن موصل بين المسار الموجب وهذه الخلية الذي في المنتصف. كذلك ركزوا معي على تلف هذه القطع المعدنية، ما عاد توصل بالشكل الصحيح، متأكسدة. وطبعا متابعي الكرام، إذا كان بالنسبة للزبون هو الذي يشتغل هذا الشغل قد لا يعرف، لكن قد يكون مثلا كهربائي أو فني صيانة، فهذا خطأ. هذا خطأ. وإن شاء الله متابعي الكرام الآن نبدأ في عملية الصيانة. أولا متابعي الكرام، هذه القطع المعدنية ما عاد نحتاج لها، ما دام قد خلاص متأكسدة بهذا الشكل، ما عاد نحتاج إليها. كذلك الأسلاك مقطوعة قط، وكذلك ركزوا معي على طريقة تثبيت الأسلاك. في هذه الحالة اللوح الشمسي لن يشحن بشكل نهائي، سيكون شحن وهمي ولن يفيد المستخدم بشيء. أولا متابعي الكرام، لازم أن نفتح ونخرج هذه الأسلاك، وبعد إخراج الأسلاك لازم أننا نرفع جميع الدايدات ونصفي الأكسدة. هذه الأكسدة نخرج هذه القطع، وطبعا لن نحتاج إلى هذه القطع، خلاص سنرميها ونلحم الدايدات تلحيم حتى يكون العمل مضمون. على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنسوا متابعيني من الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد، والإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو ليستفيد الجميع. نفتح هذه المسامير، ركزوا معي، سنستطيع أن نلحم على هذا اللحام حتى إذا كان فيه أوساخ وأكسدة، لكن اللحام أو الدايدات أثناء التلحيم سينصهر هذا اللحام ويتصل مع الدايدات. ولكن سنبدأ بفحص الدايدات ونتأكد من الدايدات المضروبة ونغيرها كلها بالكامل. نغير الدايدات المضروبة بالكامل. بالله عليكم ركزوا متابعيني كيف موصلة. على فكرة متابعيني، الزبون يقول لي انه صلح اللوح مرة قبل، اخذ اللوح ما اعرف لا اي مكان، المهم اخذ اللوح لشخص ركب له الفيوزات، عفوا الدايدات وليس الفيوزات. البعض يسميها فيوزات متابعي الكرام، ولكن في الاساس هي دايدات حماية. هذه الدايدات متى تتلف في حال اذا تم توصيل اسلاك اللوح هذه بشكل عكس او خاطئ. بالله عليكم ركزوا. هذا الجسر الذي أنا تكلمت عنه قطعة معدنية مع سلك كبير جدا. متابعي الكرام، شيء بالعقل، بالله عليكم دايد حماية ويتم تجاوزه بسلك بهذا الشكل. مع الأسف هذا غير صحيح، ولكن إن شاء الله تستفيدوا من هذا الفيديو. وأنا حبيت إني أشرح والله عن هذا اللوح، رفعت فيديو لصيانة لوح قبل في اليوم السابق، ولكن في اختلاف كبير جدا بين اللوح الأول واللوح هذا. ركزوا معي بالله عليكم. الآن ارفع الدايدات، وكذلك متابعي الكرام لازم أن نضيف أسلاك. طبعا الزبون نفسه يمكن قطعها من على الأسلاك المنظومة قاطع بهذا الشكل، فلازم أنه نرفع أو نضيف أسلاك. ركزوا معي خطوة بخطوة، حتى الأسلاك والله ما هي مثبتة. ركزوا كيف تم تثبيت الأسلاك. الدايدة هذه الذي عليها لحم نرفعها بالكاوية. وكمان تم استخدام هذا اللحام. هذا اللحام لحام بلاستيك أو لحام معجون، ما يفيد بشيء ولا يوصل الكهرباء. فتقريبا هذه المسارات الخارجية من الخلايا، هذا المسار تقريبا كان يحتاج إلى لحام، فتم إضافة هذا اللحام. كذلك ركزوا معي على كمية اللحام المضاف في المسارات.
مع الأسف هذه الدايودات مربوطة ربط. بالله عليكم متابعين لاحظوا كيف موصلة توصيل. في هذه الحالة لن يستفيد الزبون بشيء ولن يشحن اللوح. كذلك ركزوا معي، اللحام الذي نفس هذا اللحام، هذا المدمج أو المزدوج، كان مثبت على هذا المسار. هذا المسار لاحظوا معي يسخن أثناء يعني ما تشحن الخلية الشمسية، وما كان ملحم بالشكل الصحيح. كذلك سوف نلحم هذه المسارات كلها الآن من جديد. نبدأ بتلحيمها. طبعا اللحام موجود عليها، ما نحتاج أن نضيف لحام، فقط نصيغ اللحام بهذا الشكل، ونثبت هذه الشرائح حتى يمسك اللحام يجف بهذا الشكل. هذه الخلية الأولى، وهذه الثانية. متابعي الكرام، التلحيم وطريقة التلحيم تختلف من مهندس إلى آخر. يعني بعض المهندسين يلحم بشكل مستعجل، وطبعا ما تكون يعني عملية اللحام قوية. ولكن عندما نلحم بهذا الشكل ونصيغ اللحام بالشكل الصحيح، يكون المسار قوي، ويعني يثبت المسار بالشكل الصحيح. السر ليس في يعني كثرة اللحام، وإنما في طريقة التلحيم. لاحظوا معي كيف أثبت الملقط على هذا الشريحة المعدنية حتى تثبت مع المسار بالشكل الصحيح. الآن أصبحت ثابتة. نزيل هذه الأسلاك. حتى هذا الغطاء مع يعني قد مكسور خلاص، ما عاد ماسك بشكل نهائي. نزيل هذا الغطاء، لأنه الآن متابعين احنا سنثبت أسلاك بديلة لهذه الأسلاك ونلحمها بشكل قوي إن شاء الله. ما تستعجلوش متابعيني، ركزوا معي خطوة بخطوة. الآن لازم أننا ننظف هذا الدائرة، ننظفها من الغبار هذا حتى نستطيع نلحم بالشكل الصحيح. والآن متابعيني بعد أن نظفنا وأحضرنا الدايودات الذي سنغيرها بالكامل 9 من الدايودات. الآن متابعيني سنبدأ بالتركيب. بسم الله على بركة الله. هذه 9 دايودات. والآن في خطوة مهمة جدا، لازم أن نحدد الطرف الموجب والطرف السالب. كذلك لازم أن نكتب للزبون نفسه حتى يعرف، لأن بعض الزبائن إذا ما كان السلك مثلا واضح أحمر وأسود يعني يخطئ في التوصيل. فهذا هو الطرف الموجب،
يعني هذا هو الموجب وهذا هو الأرضي الذي هو السالب، يعني نكتب كتابة بهذا الشكل بجوار الأسلاك. وكذلك نبدأ بتوصيل الأسلاك. هذه الأسلاك التي سنعوضها، طبعا هذا الطرف الموجب. سنبدأ أولا متابعين الآن بتعويض الأسلاك. نعمل ربطة بطرف السلك. إيش الفائدة من هذه الربطة متابعي الكرام؟ حتى ما ينسحب السلك إلى الخارج، يعني أثناء ما يكون ملحم ينسحب ويعني ينقطع اللحام. هذه خطوة مهمة وخاصة في الألواح الذي ما عاد يأتي فيها الغطايات. هذا ما عاد كان فيه غطايات، واحدة من الغطايات مكسورة، والثانية أو الغطايا الثانية ما عاد كانت موجودة. وكمان نجهز الأسلاك بهذا الشكل، لأن سنلحم الأسلاك مع الدايدات. طبعا ستركب هنا 3 دايدات، وفي هذا المكان 3، في هذا 3، 9 دايدات. هذا الطرف الموجب وهذا الطرف الأرضي بنفس الطريقة. هذا الزايد نقوم بقطعه. بهذا الشكل. طبعا سنثبتها بهذا الشكل. الآن نحضر الدايدات، وركزوا معي. أنا شرحت على طريقة تركيب الدايدات، ما نركب عكس، لأن إذا ركبنا عكس سوف تنضرب مباشرة. ركزوا معي على هذا الخط الأبيض، هذا الخط باتجاه الموجب، والأسود باتجاه الأرضي. بهذا الشكل سيتم تركيب الدايدات. بسم الله على بركة الله، نبدأ. هذا الدايد الأول. أهم شيء متابعي الكرام نتأكد من تصيغ اللحام بالشكل الصحيح. وكمان لازم أن تكون الكاوية قوية، كما هذه الكاوية الذي معي. لاحظوا معي كيف تذيب اللحام. حتى إني بعض الأحيان ركزوا أضطر إني أستخدم الملقط حتى أضغط على أطراف الدايد أو الأسلاك، لأن إذا رفعت الكاوية سترتفع الأطراف. يحتاج هذا اللحام إلى وقت حتى يبرد، بسبب أن الكاوية حرارتها عالية. والآن الخطوة المهمة متابعي الكرام، تلحيم الأسلاك. شارع مشاكل اليوم. ركزوا متابعي الكرام، هذه طريقة إذابة اللحام على الأسلاك. الآن لاحظوا متابعي الكرام كيف ثبتنا السلك الأرضي مع الدايدات مع المسار بالشكل الصحيح. أنا سوف أكبر التصوير في الأخير متابعني بعد عملية التثبيت بالكامل. والآن نأتي الطرف الموجب.
الآن متابعيني الجزء الكبير من العمل انتهى، فقط باقي نثبت هذه الصفين من الديودات ويكون اللوح جاهز. بسم الله. طبعا هو الأصعب تثبيت الأسلاك، الجزء الأصعب في عملية الصيانة بالكامل. صلوا على الحبيب محمد المتابع الكرام. على فكرة الذي عنده طريقة يعني أو عنده معلومات حتى ولو بسيطة في تلحيم القطع وتثبيتها قد يستطيع أنه يشتري الكاوية فقط واللحام والقطع ويصلحها في البيت، ما يحتاج حتى أن يذهب إلى محل الصيانة ولا فني الصيانة. كذلك الذي عنده هواية للمجال الإلكترونيات أنصحه يبدأ في مثل هذه الحاجات البسيطة ويتعلم مثل هذه الدوائر البسيطة، تثبيت هذه القطع البسيطة. ركزوا متابعي الكرام، الخطوط قلنا باتجاه الموجب، ليس لدايد واحد وإنما لا كلها. ركزوا الخط الأبيض كله باتجاه الخط الموجب. الحمد لله انتهينا، هذا آخر دايد. المهم متابعيني ما تقولوش ليش طولت عليكم في الفيديو، أنا حبيت إني أشرح خطوة بخطوة حتى تستفيدوا. عندما أنا أترك الكاوية لفترة على هذه القطعة المعدنية فهذا يساعد في دمج اللحام بشكل كبير جدا. عندما تكون الحرارة زائدة يندمج اللحام بشكل كبير وتكون عملية تلحيم القطعة قوية. الآن متابعين انتهينا، ركزوا معي على طريقة التركيب للقطع وكذلك تلحيم المسارات بهذا الشكل. تكون القطعة كلها قوية والخطوط تكون باتجاه الخط الموجب، الخطوط البيضاء باتجاه الخط الموجب. الآن في باقي خطوة، نضيف سيليكون لتثبيت هذه الأسلاك ونضيف سيليكون لحماية المسارات من الأكسدة. طبقة من السيليكون بسيطة. بسم الله.
على فكرة متابعي الكرام، هذا اللوح ما عاد معه غطاء خارجي. السيليكون هذا يحمي المسارات من الأكسدة. وكذلك يساعد هذه الأسلاك في الثبات في مكانها أثناء التحريك. الفائدة من السيليكون كما قلت متابعي الكرام تثبيت وحماية من يعني حالة الجو والرطوبة، هي تؤثر وتؤكسد هذه الأسلاك، فالأكسدة يعني تضعف التوصيل. وكمان مثلا إذا افترضنا أن حصل مشكلة في اللوح مرة ثانية، طبيعي هذا السيليكون ينشال بكل سهولة. ركزوا متابعيني، هو عبارة عن طبقة حماية. والآن نكون انتهينا متابعي الكرام من عملية الصيانة، الحمد لله رجعت الدائرة ستعمل بكفاءة إن شاء الله، ويشحن اللوح بشكل طبيعي. وقبل أن ننتهي من الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد، وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة معلومات أكثر، وإن شاء الله تستفيدوا بشكل أكثر. إلى اللقاء إن شاء الله. ولا تنسوا متابعي الكرام من مشاركة الفيديو، أعيد وأكرر مشاركة الفيديو حتى يستفيد الجميع. قد تفيد غيرك، مجرد أنك تشارك معلومة قد يستفيد غيرك وتكسب الأجر وتكسب حتى الدعوة والثواب من الله سبحانه وتعالى.